تخيل إنك عشت 74 سنة محبوس في قفص، وفجأة تكتشف إن بقيلك سنة واحدة بس قبل ما تموت. ده بالظبط اللي حصل مع ليو، سحلية عجوزة قررت تعيش آخر سنة من حياتها بأغرب شكل ممكن. هاي، أنا سارة. فيلمنا النهاردة بيبدأ في فصل من فصول الصف الخامس الابتدائي، واللي فيه حيوانين أليفين عايشين من زمان مع طلبة. السحلية ليو والسلحفاة سكوارتل. أول أيام الدراسة بيمروا عادي لحد ما بتدخل المدرسة سيلينز وتعرف الطلبة على الحيوانات دي. بعد كام يوم مدير المدرسة بيجمع أولياء الأمور وبيقول لهم إن المدرسة سيلينز حامل، وبالتالي هتاخد أجازة طويلة وهيجي مكانها مدرسة بديلة تمسك الفصل. وأثناء الاجتماع بيقف 2 من أولياء الأمور قدام القفص اللي فيه ليو وسكويرت. واحد منهم بيبص على ليو وبيقول إنه سحالي من النوع ده عمرها ما بيعدي 75 سنة، وليو شكله كبير جدا في السن. الكلام ده بينزل على ليو كأنه صدمة. لأول مرة بيدرك إنه ممكن يكون قرب على نهايته. يبدأ يفتكر أول يوم جه في المدرسة سنة 1949. ليو يحاول يحسب عمره الحالي لكن بيتلخبط في الحساب ومش بيوصل لنتيجة. يطلب من سكويرت يساعده لكن حتى هو بيعترف إنه مش عارف يحسبها. ساعتها بيفتكر ليو إنه الأرنب اللي في الفصل اللي جنبهم مشهور إنه شاطر جدا في الرياضيات وممكن يحسب له عمره الحقيقي. بس هنا بيبص لسكويرت ويقول له إنه عندهم مشكلة. لأن الحيوانات الأليفة اللي في المدرسة ما بيتقابلوش مع بعض غير مرة واحدة في الشهر، واللي بتكون أثناء تدريب طوارئ للهروب من الحريق. ليو قرر يستغل الفرصة دي. بذكاء بيستخدم لسانه طويل ويدوس على زر إنذار الحريق. فجأة المدرسة كلها بتتقلب، الطلبة بيصرخوا وبيجروا بسرعة بره الفصول، وواحد من الطلاب بياخد الصندوق اللي فيه ليو وسكوارت معاه وبيحطه في ساحة تجمع الحيوانات الأليفة. هناك ليو أخيراً بيشوف الأرنب اللي كان بيدور عليه واللي معروف إنه شاطر جداً في الحساب. ليو بيقوله على تاريخ ميلاده القديم ويطلب منه يحسب له عمره. الأرنب يعمل حساباته بسرعة وبكل هدوء يقوله أنت عندك 74 سنة. الكلمة دي بتقع زي الصاعقة على ليو، لأنه فاكر كويس إن عمر السحالي من نوعه ما بيتعداش 75 سنة، يعني فاضله سنة واحدة بس قبل ما يموت. بعد انتهاء الفوضى بيرجع كل طلاب لفصولهم، وليو راجع مع سكويرتل، لكن عقله مشغول تماماً. لأول مرة بيحس إن حياته قربت تخلص وإنه لازم يعمل حاجة قبل فوات الأوان. وتاني يوم بتدخل المدرس البديلة مالكن مكان سيلينز، وبيبان من أول لحظة إن أسلوبها مختلف تماما، صارمة وبتتصرف بطريقة غريبة عن اللي متعودين عليها. في نهاية اليوم الدراسي بتفاجئ طلبة بقرار غير متوقع. كل أسبوع واحد من الطلبة هيختار حيوان أليف من الفصل ياخده معاه البيت لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. الخبر ده بيخلي ليو يطير من الفرح، شايفها فرصة أخيرا إنه يخرج من القفص ويجرب حياة مختلفة. لكن في نفس الوقت سكويرت بيفكروا بالذكريات القديمة، المرات اللي طلبة خدوه فيها لبيوتهم واللي كلها كانت تجارب سيئة ومليانة مواقف محرجة أو مؤلمة. وكل ذكرى كانت بتيجي على بال ليو كانت بتكسر فرحته أكتر، وعيونه بتتحول من بريق الأمل لحزن وخوف من التكرار. بس رغم كل ده، ليو جواه صوت بيقوله إن المرة دي ممكن تكون مختلفة، وإنه لازم يجازف قبل ما فرص عمره تخلص. وسط الفصل بترفع بنت اسمها سمر إيديها وتبدأ تتكلم بحماس عن فوائد تربية الحيوانات الأليفة، إزاي بتعلم الأطفال المسؤولية وبتخليهم أكتر حنان واهتمام. بس مع الوقت بيتضح إن سمر رغاية جدا، كلامها ما بيخلصش وبتاخد وقت طويل وهي بتشرح. المدرسة مالكين اتضايقت من كتر كلامها وقررت تقطع عليها وتقول لها تمام يا سمر، اختاري الحيوان اللي تحبي تاخديه معاكي لعطلة نهاية الأسبوع. من غير ما تفكر كتير سمر قالت بحماس هاخد ليو. ساعتها قلب ليو دق بسرعة، أخيراً جات له فرصة يخرج من القفص. بعد اليوم الدراسي بتاخد سمر ليو معاها على البيت، وأول ما بتوصل بتحطه في صندوق صغير في أوضتها وتسيبه تمشي عشان تكمل لعبها وانشغالها مع أهلها. ليو استغل اللحظة دي والأول مرة من سنين قرر يفتح الصندوق ويخرج يتجول في الأوضة وهو متحمس ومتوتر في نفس الوقت. بيبدأ ليو يتحرك ناحية الشباك وهو ناوي يهرب، لكن بيتضح إنه مش قادر يمشي بسرعة بسبب وزنه الزايد، ويفضل يزحف على الحيطة طول اليوم لحد ما يوصل أخيراً للشباك. هناك يتمسك بالستارة ويحاول يطلع علشان يخرج من البيت، لكن فجأة بتدخل سمر أوضتها، بتروح على الصندوق تلاقيه فاضي، فتتصدم جداً. بتتوتر وتبدأ تدور عليه في كل ركن من الأوضة، وهي بتقلب في المكان بتمسك الستارة وتسحبها فجأة، وساعتها ليو يقع من فوق ويخبط في الحيطة، يغمض عينه من الألم ويقول بصوت متألم آخ، ده وجع جدا. سمر تتفاجئ، تفتح عينيها بذهول ويتحول خوفها لصدمة ممزوجة بابتسامة خفيفة.
ترتعش من الموقف وبتجري بسرعة علشان تنادي على مامتها تقول لها اللي شافته. وأول ما سمر جريت على باب الأوضة علشان تنادي على مامتها، ليو اندفع بسرعة ووقف قدامها وقال لها بصوت مرتبك: استني، بالله عليكي ما تقولي لحد إني بتكلم، لو عرفوا هياخدوني ويعملوا عليا تجارب وهيعذبوني. سمر بصت له بدهشة وعيونها مفتوحة على الآخر. ليو كمل كلامه بخبث: وبصراحة انت الوحيدة اللي تقدري تسمعيني، أنا بتكلم معاكي بس علشان انت مميزة جدا. الكلام ده وقع على قلب سمر زي الحلم. ابتسمت وقالت له: دي أول مرة حد يقولي إني مميزة، كل الناس حواليا بيضايقوا مني، بيقولوا إني برغي كتير. ليو قعد جنبها وقال لها بهدوء: خلي عندك فكرة تانية، بدل ما تفضلي تتكلمي من غير توقف، اسألي الناس عن أي حاجة تثير فضولك، وخلي الكلام يكون بينهم وبينك، كده هتفضلي تتكلمي بس هتخليهم مبسوطين إنك بتركزي معاهم. سمر عينيها لمعت وحست لأول مرة إن في حد فاهمها فعلا. ليو أنهى كلامه مع سمر وقال لها: بطريقة دي هتقدري تتكلمي مع الناس من غير ما يزهقوا منك. وبعد ما خلصت عطلة نهاية الأسبوع، رجعت سمر ليو للفصل وحطته في الصندوق بتاعه من غير ما حد ياخد باله. تاني يوم في المدرسة بدأت سمر تطبق نصيحة ليو، بدل ما ترغي كتير بقت تسأل زمايلها أسئلة وتديهم فرصة يتكلموا، ولما يجاوبوا كانت تشكرهم بابتسامة. النتيجة، زملائها بدأوا يحبوا يتعاملوا معاها أكتر، وبقت شعبيتها كبيرة جدا في الفصل. مع نهاية الأسبوع وقفت مالكن قدام الطلبة وسألت: مين حابب ياخد حيوان أليف المرة دي لعطلة نهاية الأسبوع؟ سمر رفعت إيديها بسرعة لأنها كانت عايزة تاخد ليو معاها تاني، لكن مالكن قالت لها: لازم ندي الفرصة لباقي زمايلك كمان. وقتها رفع ولد اسمه إيلاي إيده وقال: أنا هاخده. واتضح بعدها إن إيلاي طالب غني جدا، عيلته عايشة في بيت ضخم وفخم، وده خلى ليو يتوتر وهو رايح يقضي الويك أند هناك. أول ما وصل ليو بيت إيلاي اكتشف قد إيه أهله بيخافوا عليه بشكل مبالغ فيه، لدرجة إنهم بيبعتوا معاه درون مراقبة في كل مكان يروح له علشان يطمنوا عليه. وفي البيت ليو شاف إن العيلة مهووسة بالرعاية الطبية، وبمجرد ما إيلاي ووالديه طلعوا للطابق العلوي، ليو استغل اللحظة وقفز من الصندوق بتاعه محاولا يهرب من البيت. بس فجأة سمع صوت أزيز وظهر قدامه وحش معدني صغير، المكنسة الكهربائية الروبوتية. المكنسة انطلقت ناحيته بسرعة وفعلا مسكت رجله وكانت على وشك تشد جواها. ليو اتخض وفضل يتلخبط وهو بيقاوم، لكن في آخر لحظة ظهر كلب إيلاي، نطه وأنقذه من المكنسة قبل ما تبتلعه. وهنا لأول مرة اكتشف ليو إن الكلب ده مش مجرد حيوان أليف عادي. وأثناء محاولة ليو الهرب حصلت له مصيبة صغيرة، ديله اتقطع بسبب المكنسة. لكن فجأة ظهر إيلاي، شاله بسرعة ورجع بيه لأوضته. هناك حصلت المفاجأة، ليو قرر يكشف سره وقال لإيلاي: أنا أقدر أتكلم، بس أنت الوحيد اللي سمعني علشان أنت ولد مميز. إيلاي اتصدم، لكن في نفس الوقت حس بفخر، لأول مرة في حياته حد يوصفه إنه مميز. ليو طلب منه إن ده يكون سر بينهم. الولد وافق وبدأ يحكي له عن مشكلته الحقيقية: نفسي أعيش حياتي بحرية من غير ما الدرون يفضل ورايا في كل مكان أروح له، أنا تعبت من المراقبة. ليو فكر شوية وقال له: طب إيه رأيك تكتب للدرون جواب، قول له فيه كل اللي حاسس بيه، يمكن يفهمك. الفكرة كانت غريبة، لكن إيلاي اقتنع. قعد كل الليل يكتب بخط إيده رسالة مليانة مشاعر وصدق. وتاني يوم الغريب إن الدرون أول ما قرأه، الدرون رمى نفسه في سلة القمامة. إيلاي اتخض، لكن ليو حاول يطمنه وقال له: ما تقلقش، هو هيتعود على الوضع مع الوقت. وبعدها خرج إيلاي مع ليو للجنينة، والأول مرة حس إنه حر ومبسوط. تاني يوم رجع إيلاي المدرسة، ورجع ليو للصندوق بتاعه في الفصل كأن حاجة ما حصلتش. وفي نهاية الأسبوع وقفت مالكن كعادتها تسأل: مين حابب ياخد حيوان أليف المرة دي لعطلة نهاية الأسبوع؟ ساعتها إيلاي رفع إيده بسرعة لأنه عايز يعيش تجربة تاني، وسمر كمان رفعت إيديها بحماس. إيلاي بص لسمر وقال لها بابتسامة: ليو حيوان جميل جدا، قضيت معاه وقت ممتع في الأجازة اللي فاتت. لكن المفاجأة إن زميلتهم جايدة كانت سامعة الكلام، وفجأة رفعت إيديها هي كمان وقالت بصوت واثق:
أنا عايزة أخده المرة دي. روح لبيت جايدا. هناك ليو بدأ يلاحظ إن جايدا مش مبسوطة زي ما باين من بره. كانت حزينة جدا، والسبب إن والدها بيهتموا بيها زيادة عن اللزوم. كل حاجة في حياتها بيتحكموا فيها، حتى تفاصيل الحفلة اللي المفروض تبقى حفلتها الخاصة. لبسها، ديكور البيت، نوع الأكل، كله بيختاروه هما مش هي. ليو حس بيها وقرر يتدخل، وفجأة كلمها بصوت واضح: أنا أقدر أساعدك. جايدا اتفاجئت جدا، بصت حواليها بخوف وقالت: إيه ده؟ مين بيتكلم؟ ابتسم ليو وقال: أنا ليو، ما تستغربيش، انتي الوحيدة اللي تقدري تسمعيني، عشان انتي بنت مميزة. أنا هنا علشان أخليكي سعيدة. جايدا ما صدقتش نفسها، قلبها بدأ يدق بسرعة، بس في نفس الوقت حست بأمان غريب معاه. ليو كمل كلامه وقال لها: بس علشان أقدر أساعدك فعلا لازم تسمحيلي أدخل حياتك بجد، وتكوني مستعدة تاخدي قراراتك بنفسك. جايدا وافقت وقالت لليو: خلاص، ده هيكون سر ما بيني وبينك. وبدأت تفتح قلبها ليه. حكيت له إن أهلها بيفرضوا عليها طريقة معينة تتعامل بيها مع الناس، وإن السبب إنهم من الطبقة الراقية، وكل تصرفاتها لازم تكون محسوبة، كل كلمة محسوبة، كل خطوة محسوبة. بس المشكلة إن زملائها في المدرسة فاكرين إنها متكبرة، علشان كده معظمهم مش بيحبوا يتعاملوا معاها. ابتسم ليو وقال لها بحكمة: جربي تتعاملي على طبيعتك، هتكتشفي إنك إنسانة جميلة فعلا، واللي حواليكي كمان هيشوفوا ده. وجي وقت الحفلة، جايدا قررت تسمع نصيحته. استقبلت زملائها بابتسامة صافية وبأسلوب لطيف، من غير تكلف ولا تصنع. وبالفعل الكل حس بالفرق. أصدقائها اتقربوا منها أكتر، والجو بقى مليان بهجة وفرحة. جايدا لأول مرة من زمان حست إنها سعيدة بجد، مبسوطة بوجود زملائها حواليها، مبسوطة بنفسها. أما ليو فكان وقتها جوه الصندوق بتاعه، بيتابعها بعينيه الصغيرة وهو فرحان إنه ساعدها تكتشف شخصيتها الحقيقية. ليو كان بيراقب كل اللي بيحصل في الحفلة من جوه الصندوق، وفجأة عينه وقعت على مجموعة حيوانات السيرك اللي جايبينهم للعرض. شوف فيهم حصان عيونه مليانة حزن، كان باين عليه إنه متعذب، وهمس لجايدا: انتي لازم تساعديهم. جمعت أصحابها في الحفلة وحكت لهم على الخطة: إحنا لازم نحررهم. الأطفال اتحمسوا واتفقوا إنهم يعطلوا لوحة التحكم اللي بتتحكم في الأقفاص، وبالفعل قدروا يفتحوا الأبواب واحد ورا التاني، وفجأة انطلقت الحيوانات كلها بره الأقفاص. أصواتهم مالية المكان، والجمهور اتفاجئ وحصلت فوضى كبيرة في الحفل. وساعتها ليو استغل الفرصة، خرج بسرعة من الصندوق وانطلق يجري وسط الزحمة مع باقي الحيوانات. سمع صوت جايدا وهي بتنادي وبتدور في كل مكان. قرر يرجع لجايدا. تاني يوم رجعت جايدا المدرسة وهي شايلة الصندوق ورجعت ليو لمكانه. مرت الأيام، والمفاجأة إن كل طلبة بقوا بيتسابقوا علشان ياخدوا ليو معاهم في عطلة نهاية الأسبوع. كل واحد فيهم كان مبسوط جدا بوجوده معاه وبيتعامل معاه وكأنه صديق مقرب، لدرجة إنهم بدأوا يدوله تليفونات صغيرة علشان يكلموه وقت ما يكون بعيد. هنا بدأ سكارت يلاحظ حاجة غريبة. ليه ليو بقى محبوب بالشكل ده؟ ليه كل الأطفال مبهورين بيه أكتر من أي حيوان تاني؟ وفي لحظة حاسمة قرر سكارت يروح يواجه ليو علشان يفهمه اللي اكتشفه، ويسأله: انت ليه بتعمل كده؟ وايه اللي بتدور عليه فعلا؟ وفعلا ليو قرر يفتح قلبه ويحكي كل حاجة لسكارت. قال له انه بيكلم الأطفال وبيقدم لهم نصايح علشان يساعدهم في حياتهم، وانه شايف ان دي فرصته الأخيرة قبل ما يموت. في اليوم اللي بعده المدرسة مالكن طلبت من أحد الطلاب ياخد ليو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. المفاجأة إن اللي رفع إيده المرة دي كان أنتوني. أول ما سمع ليو الاسم قلبه وقع من الخوف. أنتوني مشهور في الفصل إنه طفل مشاغب بيحب يضايق الحيوانات وبيتصرف دايما من غير تفكير. ليو كان متأكد إن المرة دي هتكون الأسوأ، وإن أنتوني ممكن يأذيه فعلا. لكن الصدمة الحقيقية كانت لسه قدامه، لأن أول ما وصل ليو بيت أنتوني وفتحوا الصندوق، ليو اتفاجئ بحاجة عمره ما كان متوقعها. لما عرف سكورت إن أنتوني هو اللي هياخد ليو، قرر من غير تردد إنه يروح معاه في نفس الصندوق. كان عارف إن أنتوني ممكن يكون عنيف، وقال لنفسه: لو حاول يأذي ليو هكون موجود علشان أحميه.
لكن في نفس الوقت سكورت كان عنده فكرة تانية. قال لليو اديني الفرصة أنا المرة دي، خليني أجرب أتكلم مع أنتوني وأساعده زي ما أنت عملت مع باقي طلبة. وبمجرد ما وصلوا بيت أنتوني استجاب مع سكورت شجعته وبدأ يتكلم مع الطفل بنفس الطريقة اللي ليو استخدمها مع سمر وإيلاي وجايدا. في البداية أنتوني اتصدم وافتكر إنه بيتخيل، لكن مع إصرار سكورت بدأ يصدق ويفضفض، وفجأة خرج منه السر اللي كان مخبيه عن الكل. أنا حاسس إني غبي وفاشل، سقطت السنة اللي فاتت وكل زمايلي بيتقدموا وأنا واقف في مكاني، محدش فاهمني وكل الناس شايفاني مشاغب بس. الكلمات دي هزت قلب سكورت، حاول يواسيه ويقوله إن الفشل مش نهاية وإن كل حد ممكن يغلط ويتعثر، لكن أنتوني كان غارق في حزنه وفضلوا يتكلموا طول الليل لحد ما ليو لاحظ إن أنتوني مش قادر ينام من كتر تفكير. حس ليو بالذنب وما قدرش يتجاهل معاناة أنتوني. استنى لحد ما سكورت نام وخرج بهدوء من الصندوق واتجه لأنتوني اللي كان لسه صاحي وقال له ليو بصوت هادي: أنت مش ضعيف يا أنتوني، أنت أقوى مما تتخيل. اللي حصل السنة اللي فاتت مش معناه إنك فاشل، معناه بس إنك محتاج فرصة جديدة علشان تثبت نفسك، وأنا واثق إنك هتقدر تتجاوز محنتك وتبقى طالب متفوق. مرت الأيام بعدها وبدأ مستوى طلبة الفصل كله يتحسن بشكل ملحوظ، كأن نصايح ليو وسكارت بتغير حياتهم واحد ورا التاني، لحد ما جه يوم دخل المدير المدرسة الفصل وهو مبسوط جدا. كان فاكر إن الفضل كله بيرجع للمدرسة مالكن. شكرها قدام الطلبة على مجهودها العظيم وقال: الفصل بتاعكم أثبت إنه من أفضل الفصول في المدرسة، وعشان كده عندكم فرصة تفوزوا برحلة لمدينة الملاهي، بس بشرط لازم تكسبوا في مسابقة التاريخ اللي هتتعمل بعد يومين. الطلبة فرحوا جدا، لكن ليو كان عارف إن التحدي كبير. وفي الليل جلس ليو يفكر مع نفسه وهو في الصندوق إزاي ممكن يساعدهم يعدوا الامتحان ده. في الوقت اللي كان ليو فرحان فيه إن الطلبة بقوا يثقوا فيه ويدوه تليفونات علشان يفضل على تواصل معاه، سكارت كان قلبه مليان غيرة. حس إن كل الاهتمام اللي كان نفسه فيه من الطلبة توجه لليو بس، وكأن محدش بقى شايفه. وفي لحظة ضعف قرر سكارت ينتقم. أخد واحد من التليفونات اللي مع ليو وصوره وهو بيتكلم مع أكتر من طالب في نفس الوقت، وبدون ما يفكر بعت الفيديو لكل الطلبة في الفصل. الصدمة كانت قوية، الطلبة شايفوا الحقيقة. ليو مش بيتكلم معاهم هم بس زي ما أوهمهم، هو بيتكلم مع الكل. الغضب سيطر عليهم، بدأوا يتهموه إنه مخادع وإنه لعب على مشاعرهم علشان يضحك عليهم. ليو حاول يبرر نفسه، وفي وسط الجدال دخلت المدرسة مالكن والصدمة بانت على وشها. لأول مرة بتفهم السر ورا الاهتمام الطلبة الغريب بالليو. وبعد ما استوعبت اللي بيحصل ابتسمت ابتسامة باهتة وقالت: دلوقتي فهمت، مش صدفة إن مستواكم الدراسي اتحسن بالشكل ده. بعد ما خلص اليوم وخرج كل الطلبة من المدرسة، مالكن ما استحملتش فضولها أكتر. استنت لحد ما الفصل فضي وأخدت ليو معاها لبيتها. هناك والأول مرة فتحت قلبها ليه وقالت: أنا كان نفسي أبقى مدرسة أساسية زي زمايلي، لكن بعد السنين الطويلة دي لسه مجرد مدرسة احتياطية. يمكن عشان كده ساعات بتصرف بعصبية أو بصرامة زيادة، لكن لما شفت إزاي نصايحك أثرت في الطلبة فهمت إن الحل مش في الشدة إنما في اللطف. ليو بصلها وقال بهدوء: الطلاب مش محتاجين حد يخوفهم، محتاجين حد يفهمهم ويشجعهم. لو قدرتي توصلي لقلبهم هيوصلوا هم كمان لأحلامك. وفي اليوم التالي كان ميعاد مسابقة التاريخ. كل طالب وقف قدام الفصل واختار شخصية تاريخية علشان يتكلم عنها. الغريب إن مالكن كانت مختلفة تماماً، بقت لطيفة، بتشجعهم بابتسامة حقيقية وبتدي كل طالب إحساس إنه مميز ومهم. الطلبة حسوا بفرق كبير وحماسهم للمسابقة كان واضح، والأول مرة مالكن بقت جزء من الفريق مش مجرد مراقبة عليهم. طول المسابقة مالكن كانت مخبية ليو في جيبها، كانت عايزاه يفضل قريب منها يساعدها بكلماته لو اتلخبطت أو قالت حاجة غلط. وبالفعل المسابقة بدأت وكل طالب وقف يقدم الشخصية التاريخية اللي اختارها. ليو كان بيتابعهم من بعيد وحاسس بالفخر. الطلبة تفوقوا على باقي الفصول وبفضل مجهودهم وتشجيع مالكن كسبوا المسابقة. لكن الفوز ما كانش ليه طعم. الفرحة ما ظهرتش على وشوشهم لأن صدمتهم في ليو لسه سايبة أثر كبير جواهم. لأول مرة المدرسة كرمتها وقدمت لها لقب أفضل مدرسة احتياطية. مالكن خرجت من المدرسة ومعاها ليو وراحت بيه للحديقة العامة. هناك
أخرجته من جيبها وبصت له ببرود وقالت: من النهاردة دي هتكون حياتك، هتعيش في المكان ده وسط الطبيعة، اعتبر نفسك حر. ليو اتفاجئ وقال لها: بس أنا لازم أرجع للمدرسة، الطلاب محتاجيني. ابتسمت ابتسامة مزيفة وردت: لا، الطلاب خلاص ما بقوش محتاجينك، أنا دلوقتي اللي هيهتم بيهم وهم هيحبوني بدل ما يفتكروا مخادع زيك. بعد اللي حصل الطلبة اتجمعوا في الفصل، لكن الجو كان مختلف. كلهم كانوا متضايقين من ليو ومش عايزين يشوفوه قدامهم تاني. في اليوم التاني دخلت مالكن الفصل وقالت للطلبة ببرود: ليو هرب، ساب المدرسة ومشي. بعدها بيوم شفنا طلبة في الأتوبيس مع مالكن في رحلة للملاهي. الأجواء المفروض تكون مليانة حماس، لكن الحقيقة كانت مختلفة. سكوارت كان أكتر واحد موجوع، الذنب كان بياكله من جوه، مش قادر ينسى صاحبه. كان قلقان جدا عليه، مش عارف مالكن عملت فيه ايه ولا هو فين دلوقتي. وفي اللحظة دي قرر سكوارت إنه لازم يصلح اللي عمله. الموضوع ما بقاش مجرد لعبة أو منافسة. مسك تليفون من اللي ليو كان سايبهم معاه وبعت رسالة مباشرة لدرون المراقبة اللي طول الوقت بيصور كل حاجة. حكاله اللي حصل وطلب منه مساعدته علشان يعرف مكان ليو. الدرون ما تأخرش، راح بسرعة لسكوارت وأخده معاه وابتدوا يتابعوا الأتوبيس لحد ما وصلوا رحلة الملاهي. أول ما وصل سكوارت دخل جوه الأتوبيس قدام الطلبة اللي اتفاجئوا بوجوده. وقف قدامهم وصوته كان مليان ندم: أنا اللي صورت ليو من غير ما يعرف، وأنا اللي بعتلكم الفيديو علشان تكرهوه وما تكلموش معاه تاني. الطلبة اتصدموا وبدأت همهمة الغضب والدهشة تملى المكان، لكن سكوارت كمل كلامه بسرعة وهو على وشك البكا: عملت كده لأني كنت غيران منه، غيران إنكم بتحبوه أكتر مني، لكن اكتشفت إني غلطان قوي. اللي ما تعرفوش إن ليو مش زي أي واحد فينا، ليو فاضله سنة واحدة وهيختفي. كل اللي كان بيعمله معانا كان علشان يساعدنا، علشان يسيب أثر قبل ما يرحل. الكلام وقع عليهم كالقنبلة. الطلبة تبادلوا نظرات صادمة، عيونهم مليانة دموع. في لحظة اكتشفوا قد إيه كانوا متعلقين بيه حتى مع كل مشاكله. سكوارت وقف قدامهم ودموعه نازلة وهو بيكمل كلامه: ليو كان بيحل مشاكلكم مش علشان يتسلى أو يخدعكم، لكن علشان تفضل فاكرينه بعد ما يموت. هو مهربش من المدرسة زي ما مالكن قالت لكم. الحقيقة إن اليوم اللي اتخانقتوا فيه معاه مالكن هي اللي خدته معاها على البيت، ومن وقتها ما رجعش للفصل. الطلبة كلهم اتجمدوا في أماكنهم. مالكن تخلصت من ليو مش علشان هو غلطان، لكن علشان تنسب الفضل لنفسها وتبقان قدام الكل إنها هي السبب إنكم اتحسنتوا وكسبتوا المسابقة. الهمسات اتحولت لصوت عالي، غضب وحيرة في نفس الوقت. مالكن اتفاجئت من المواجهة وحاولت تمسك أعصابها، لكن تحت ضغط نظراتهم وكلامهم ما قدرتش تتهرب. بصت لهم وقالت بنبرة متكسرة: ليو موجود في الحديقة العامة. بعد ما اعترفت مالكن باللي عملته أصرت إنها تروح مع طلبة بنفسها علشان يجيبوا ليو ويرجعوه للفصل. لكن المشكلة إن سواق الأتوبيس رفض تماماً يغير خط سيره وقال إنه مش هيتحمل مسؤولية الخروج عن الرحلة المقررة. ساعتها اقترحت مالكن على طلبة خطة جريئة: بمجرد ما يوصلوا قدام مدينة الملاهي يخلوا السواق ينزل معاهم محل الحلويات علشان يشتروا حاجات للرحلة. وفعلاً أول ما نزل السواق معاهم الطلبة سابوه وجريوا بسرعة ركبوا الأتوبيس. طالب منهم واللي كان بيعرف يسوق قعد مكان السواق وبدأ يتحرك بالأتوبيس بسرعة قبل ما السواق يلحق يرجع. وفي نفس اللحظة دي كان ليو في الحديقة العامة قاعد وسط الزرع بيحاول يتأقلم على حياته الجديدة بعيد عن المدرسة والطلبة. كان بيتكلم نفسه: يمكن فعلا مكاني هنا، يمكن دي النهاية اللي استنتها. لكن رغم محاولاته يتقبل الأمر كان واضح على ملامحه الحزن والوحشة. عينه كانت بتدور على أي حاجة تملى الفراغ اللي سابه الأطفال في حياته. ليو حاول يتأقلم على حياته وسط الحيوانات في الحديقة لكنه فشل. بالعكس الحيوانات كانوا بيتريقوا عليه ويعاملوه كغريب، لحد ما ظهر الحصان اللي ليو ساعد قبل كده يهرب من السيرك. الحصان رحب بيه هو وزمايله وقال لكل الحيوانات: الفضل ليو، هو اللي ساعدنا نتحرر ونرجع نعيش حياتنا تاني. وقتها اتغيرت نظرة الحيوانات كلها لليو وبدأوا يحترموه. مش بس كده، جابوله أكل كتير كعلامة امتنان. بعدها ليو قعد معاهم وحكالهم قصته من البداية، وفجأة اكتشف معلومة قلبت حياته: سلاحف كبيرة شبهه
حكت له إن السلاحف زيهم ممكن يعيشوا أكتر من 100 سنة. ليو اتصدم، لكن الصدمة دي كانت جميلة. أخيراً فهم إنه مش على وشك الموت زي ما كان فاكر، لسه قدامه سنين طويلة يعيشها. المعلومة دي رجعت ليه الأمل وخلته يقرر حاجة مهمة: لازم أرجع للمدرسة، لازم أعتذر للأطفال. الحصان وقف جنبه وقال له هو وباقي الحيوانات: إحنا هنساعدك توصل هناك. وفعلاً اتحركوا كلهم مع بعض، لكن فجأة لقوا قدامهم مجموعة كبيرة من التماسيح واقفة في طريقهم. لما شافوا التماسيح، الحيوانات جريوا كلهم من الخوف وسابوا ليو واقف لوحده. التماسيح بدأت تقرب منه مستعدين ينقضوا عليه، لكن فجأة ظهر أتوبيس المدرسة من بعيد جاي بسرعة كبيرة ناحية المكان. التماسيح اترعبوا من الصوت وضوء الأتوبيس فهربوا على طول. الأتوبيس وقف ونزل منه كل الطلبة، وأول ما شافوا ليو جريوا ناحيته. ليو وقتها نزل راسه وقال لهم بصوت مكسور: أنا آسف على اللي عملته، كنت فاكر إني مشيكم في طريق صح، بس يمكن أخطأت، أتمنى تسامحوني. الطلبة اتأثروا جدا وقالوا له إنهم مسامحينه، وإنهم اكتشفوا إنهم فازوا في المسابقة أصلا بفضل نصايحه وتشجيعه ليهم. وبحماس طفولي قالوا له: إحنا هنعمل لك جنازة ضخمة جدا لما تيجي تموت، كل الناس هتعرف قد إيه كنت مهم بالنسبة لنا. لكن ليو ابتسم ابتسامة كبيرة وقال: مش محتاج جنازة دلوقتي، أنا كنت فاكر إني هموت قريب، بس الحقيقة إني لسه قدامي سنين طويلة أعيشها. الطلبة فرحوا جدا بالكلام ده وحضنوه كلهم بحب كبير. سكوارت جه وقتها ووقف قدام ليو وقال له بصوت مليان ندم: أنا آسف جدا على اللي عملته، غيرتي كانت السبب، لكن أنت أثبتت إنك أطيب وأشجع مني. ابتسم ليو وقال له: المهم إننا نفضل مع بعض. وبعدها رجع ليو مع سكوارت للمدرسة، ومرت الأيام لحد ما خلصت السنة. في حفل تخرج وقف الطلبة كلهم يشكروا ليو من قلبهم، وقالوا له إن فضله كبير عليهم لأنه ساعدهم يبقوا متفوقين وأقوى من قبل. وفي اللحظة دي تم تكريم مالكن قدام الجميع، وأخيراً أصبحت مدرسة أساسية زي ما كانت بتحلم طول عمرها. لكن المفاجأة إنها أعلنت قدام الطلبة: الفصل ده مش هيبقى ناقص حاجة، لأن ليو وسكوات هيكونوا معايا فيه على طول. الطلبة صفقوا فرحوا جدا، وليو حس وقتها إن مكانه الحقيقي هو بينهم. ومن يومها عاش ليو وسكوات مع مالكن والطلبة في مغامرات جديدة مليانة ضحك وذكريات جميلة. وأدرك ليو إن أكبر متعة في حياته مش الهروب ولا أي حاجة تانية، لكنه يفضل يساعد الناس ويملى حياتهم بالنصايح والحب. وهكذا عاش ليو وسكوارت سنوات طويلة في سعادة، ومستنيين مغامرات أكتر مع كل جيل جديد من الطلبة.